اهلا في كوره يونايتد. انا محمد ناجي. بما ان حارس المرمى هو اهم واخطر بوزيشن في الفريق كله، ممكن يكون اهم من اللاعب اللي بيسجل الاهداف كمان. ممكن اي حد يسجل الاهداف، مش بس المهاجم، انما واحد بس اللي بيصد. حارس المرمى هو اخر خط دفاع عن ان هو يصد الهدف، ان هو يدخل مرماك، يمنع الهدف انه يدخل مرماك. هو الظهر بتاع الفريق. لو الفريق ظهره مشدود يبقى الفريق قوي، لو الفريق ظهره ضعيف يبقى الفريق هيبقى ضعيف. فهو مركز مهم جدا. علشان خاطر الأهمية دي انت لازم بتختار حارس المرمى ده يكون في الفريق الكبير، بالذات الفرق الكبيرة اللي بتنافس على البطولات لازم يبقى بيرفكت، مفيهوش غلطة. سوبرمان، سوبر هيرو، حاجة كده. يعني أنا بستخدم ألفاظ دي الكبيرة دي علشان أوريك أهميته قد إيه. فأنت لازم ما تقلش عن الستاندرد دي. مش بس ان هو يبقى حارس بيصد، ليه ردود افعال كويسة وبيصد كويس وماشي الحال وبيتدرب ولياقته كويسة مش ماشي الحال خالص. لازم يبقى بيرفكت، مفهوش غلطة، مفهوش عيب، لا يشوبه اي حاجة. من علشان ده كفيل بان انت تختار ان هو مفهوش غلطة وتختاره بيرفكت. فمن اوجه الاختيار دي مواصفات بدنية، مواصفات جسدية عضلية، ومواصفات شخصية. مش بس المهارة في الصد أو سرعة رد الفعل، أو عايزة مواصفات شخصية وجسدية، جسمانية، عضلية. حارس المرمى في الفرق الكبيرة لازم طوله ما يقلش عن متر تسعين، ده في رأيي. ما يقلش عن متر تسعين. يديله قوة، يدي ثقة لفريقه، وليه تأثير زي ما ليه تأثير إيجابي لفريقه وليه تأثير سلبي في عيون المنافسين. بتديله دراعات قوية، دراعات كبيرة، صوابع كبيرة قوية. أوقات تفرق معاك الصدة بطرف صبعك، يا دوب تلحق تطير كده تصدها بطرف صوابعك. فطول الأطراف وقوة الأطراف وقوة الدراع وطول الدراع وطول الرجلين والحاجات دي حاجة مهمة جدا في حراسة المرمى. فشفت حارس مرمى الزمالك محمد عواد، الصراحة طوله قصير، عنده يعني مهارة شوية، انما طوله اقصر من ان هو يبقى حارس مرمى الزمالك الصراحة. وبشوف اهداف بتخش فيه، ممكن لو هو اطول شوية، طوله اطول، هو مش عيب فيه كبني ادم، هو عيب في مركز حراسة المرمى في نادي الزمالك. مش بنتكلم عن طوله كشخص، بنتكلم عن طول حارس المرمى. البشر اطوالهم متفاوتة عادي جدا، انما حارس مرمى الفريق الكبير ممكن يكون ليه ستاندردز اعلى شوية، منها انه ما يقلش عن متر تسعين. فبشوف حارس الزمالك بيخش فيه اهداف، او برضه الفريق مستواه مهزوز بسبب ان الحارس مستواه مهزوز. طوله دي ليها علاقة يعني ليها دور في كده. نفس الكلام حارس الاهلي مصطفى شوبير، للاسف بشوف له ردود افعال كويسة، بشوف له صدات كويسة، ممكن يكون عنده موهبة ومهارات كويسة، ويكون عنده كفاءة ان هو يبقى حارس مرمى، بس مش حارس مرمى بيرفكت. الصراحة الجون مثلا بتاع الزمالك، الجون الأول امبارح، هو غلطة رامي ربيعة، هو غطى الأوفسايد بكذا خطوة وكان مش مركز ونايم، إنما لما عمل المحاولة الجول كيبر لو دراعه أقوى أو دراعه أطول كان ممكن المحاولة تبقى أقوى من كده. مش عايز أقول على الفرصة دي بس، ولا عايز أعتبر إن هي نقطة الضعف دي اللي خسرت الماتش، بس هي جدير بالذكر بما إن الفريقين أكبر فريقين في مصر بيلعبوا بعض، والفريقين الحارس بتاعهم قصير. مصطفى شوبير ممكن ما يكونش مكمل متر 85، محمد عواد ممكن ما يكونش مكمل متر 80 اصلا. نقطة ضعف قوية جدا الصراحة. ما يقلش حارس مرمى الاهلي والزمالك ما يقلش طولهم المفروض عن 190 سنتي على الاقل وانت طالع، مع المرونة ومع المهارة ومع كل حاجة طبعا، ومهارات الصد وسرعة رد الفعل والكلام ده كله. انما الطول بيدي قدرة أكبر وأطول للأطراف، تديك قوة أكبر في الدراع. أنت ممكن تحط إيدك في كورة، تاخد إيدك وتخش، ممكن تطلع على الطرف، إنما أنت لو إيدك قوية بتبقى أنت فكرة القوة في الصد. أنت صداد، أنت مش بتشوت الكورة، أنت بتصدها.
عشان تصد الحاجة انت لازم قوتك الجسدية تكون كبيرة، ايديك كبيرة، اطرافك كبيرة، دراعاتك قوية وطويلة، رجليك نفس الكلام. يصد اللوب، يصد الحاجات. يعني ممكن يمد ايده كده يبقى ما لامس العارضة اللي فوق، بس هي الفكرة انت مش واقف بتصد بالطول بس، بتصد بالعرض، بتنزل على الارض، بتطير في وسط المهاجمين. لازم المهاجم يبقى شايفك برضو في عينه حاجة قوية، لو احتك بيك يتعب. فدي مواصفات الجول كيبر الصراحة، اللي هو يبقى بستاندرز عالية تناسب الفرق الكبيرة. ممكن فريق كبير يقبل حارس أقل من الطول الستاندرد لو ليه بقى رد، يعني ردة فعل وصدات غير طبيعية. في ناس ليهم ردات فعل غير طبيعية، أسرع ما يعني بتشوف أسباب التفوق الرياضي كتير، اللعيبة بيبقى عندهم ردود أفعال في ألعاب كتير حتى غير الكورة، ردود أفعال سريعة أسرع من أي حد، أسرع من البشر. ممكن يكون في حارس مرمى كده، بس لو هو مش كده دور على حارس المرمى البيرفكت اللي هيقف لك 10 سنين 15 سنة واقف في الجول. حاجة مهمة وقوية جدا، خصوصا ان خطوط الدفاع في الفريقين دول او في الفرق عموما في مصر مش قوية، والمنظومة الدفاعية مش قوية. عشان تنظم منظومة دفاعية عايزة وقت ومجهود كبير أوي، يمكن ما تقدرش تعملها الصراحة لأسباب كتير. إنما الأسهل لك والأضمن لك إنك تدور على جول كيبر بيرفكت، يقدر إن هو يتلافى عيوب إن ما عندكش منظومة دفاعية قوية. إنما لو ما عندكش جول كيبر بيرفكت مع منظومة دفاعية مش بيرفكت، خش فيك اجوان وتخسر الماتشات وانت اصلا يعني بتلعب على البطولات وعلى الالقاب. حاجة مهمة جدا انا الصراحة شايفها عند الاهلي والزمالك. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب. يا رب الفيديو يكون عجبكم. شكرا.